ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا قلت كده اعمل معاكم فطار سهل وبسيط. يوم اجازه كده وصاحيين من النوم مش قادرين ان احنا نفطر ولا نفطر، بس لازم طبعا تغيري ريقك وتعملي ليكي اي لقمه. فانا كده قعدت ادعبس كده في التلاجة، والله لقيت عندي حته جبنه لوكفور وحته جبنه كده كانت بالزيتون، كنت بجيبها كده بالجزر. جبنه مشكله بتبقى طعمها جميل قوي. فببص لقيت ما عنديش الا حتتين توست بس كده في الكيس. ان شاء الله هنعمل بيهم فطار اهمت. بس عاملين فطار بقى كده غني وجميل وحلو. هقول لكم برده لو انت ما عندكيش توست ممكن تعملي برده بالعيش البلدي عادي، ممكن تعملي بقطع فيهم. فانا والله لقيتهم كده هم قطعتين بس، ان شاء الله هم يكفوني لان انا مش بفطر يعني حاجه جامده كده ولا جديد. وكمان عندي هنا جبنه بالقشطه زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى يا حبايبي، انا جيت كده المعلقتين بتوع الجبنه دول هحط عليهم معلقه جبنه بالقشطه كمان اهو زي ما احنا شايفين كده، وهقلبهم كده في قلب بعضيهم. وهنجيب هنا طاسه على النار نحط فيها معلقه زبده واولع عليها النار علشان الزبده تسيح زي ما احنا شايفين كده. ادي كده الزبده ساحت عندي. ابدا بقى ان انا اوطي النار. هحط عندي قطعه التوست على الوش الاولاني كده تاخد لها وش تشويحه بس كده، تاخد بس من ريحه الزبده زي ما احنا شايفين اهو كده. واطلعها عشان اجيب القطعه التانيه برضو اديها نفس التشويحه، معلقه زبده صغيره خالص. شايفين يا حبايبي؟ بتدي بقى طعم جميل جدا جدا جدا. كده الزبده بتاعتي خلاص خلصت. انا ابدا بقى ان انا ايه، احط كده الخليط بتاعي. ادي القطعه الاولانيه اللي انا حطيتها. احط بقى ايه، هحط الجبنه عليها زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد ما فردت بقى الجبنه كده زي ما احنا شايفين اهو وموطيه النار خالص، ابدا بقى ايه، عندي حته جبنه رومي احطها برضو عليها. لو عندك بقى جبنه شيدر، لو عندك اي حاجه ان انت ممكن تعمليها بيها. شايفين يا حبايبي؟ اجيب بقى القطعه التانيه بتاعت التوست اهو اللي انا كنت برضو مشوحاها بالزبده، وابدا بقى ايه انقلها، اقلبها كده على الوش التاني كده. الوش ده كده خد لون، هنقلها بقى على الوش التاني كده برضو تاخد لون زيها بالظبط. ودي كده برضو الوش التاني خلاص اتحمر. ابدا بقى اطلعها معايا على الطبق. شايفين يا حبايبي ريحه بقى؟ بصوا جميله. احط بقى كده في الطبق بتاعي زي ما احنا شايفين كده. شايفين الجمال؟ جنبك بقى عندك شويه فلفل الوان تزيني بقى بيهم السندوتش بتاعك لو عايزه تحطيه بقى من جوه. بصوا الجبنه جميله ازاي وسايحه ازاي. انت بقى عايزه تحطي الفلفل الالوان كده طبقات جوه السندوتش بتاعك. شايفه الجمال؟ حطي بقى السندوتش بتاعك كده وبألف هنا وشفا. بصوا يا حبايب قلبي السندوتش عامل ازاي. ايه رأيكم؟ احلى فطار واسهل فطار. نعمل بقى جنبيه كده كوبايه شاي بحليب، كوبايه شاي ساده اللي انت بتحبيه اعمليه. ويا رب النهارده كده الفيديو يكون سهل وخفيف على قلبكم ويعجبكم. وهحط لكم بقى الشاي جنبيه عشان ايه، نكمل فطارنا. بس بقى كده وانا عملت كده كوبايه شاي بقى زي ما احنا شايفين. حطيت معلقه سكر عشان مش بشرب سكر كتير. حطيت معلقه شاي، طبعا ده حسب رغبتك وحسب مزاجك. نعمل بقى كوبايه الشاي الجميله دي مع احلى فطار. تقعدي كده برضو لازم تسالي على نفسك وتستجمي مع نفسك، تمتعي نفسك وتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. انا والله التوست ده شوفوا من اول ما جبت الكيس ويا بنتي عماله تعمل فيه، واقول بكره هعمل الوصفه دي لاصحابي وبناتي وحبايبي واوريهم برضو ان انت لازم تدوري كده على حالك وعلى نفسك وتمتعي نفسك ان شاء الله باكله بسيطه زي اللي احنا عاملينها دي. وده كان فطاري النهارده. ايه رايكم؟ يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بقى معايا شوفوا الوصفه التانية. احتمال انزل لكم الفطار بتاعي في فيديو لوحده واكمل بده او اعملهم مع بعض، بس انا حبيت اوريكم. بصوا عندي رغيفين فينو كده بايتين، العيال مش هيعرفوا ياكلوا لو حتى لو فتحتيهم هيعملوا ايه منك، هيفرولوا منك. طب تعالي نعمل بيهم وصفه حلوه وسهله. هاخدهم كده واقطعهم طرنشات عشان انا بس بصور بايد واحده يا حبايبي، فهمسك بس ايه بايدي التانيه هقطع وارجع لكم تاني.
بصي يا حبيبي، انا قطعت بقى سندوتشين الرغيفين الفينو بتوعي. قطعتهم كده حتت، عايزه تقطعيهم مدورين، عايزه تقطعيهم سمبوكسه كده اللي يعجبك. وبرده جبت الطاسه اللي كنت بعمل فيها التوست، حطيتها برده على النار. حط حته زبده صغيره خالص مش كتير، عشان ما حدش يقول لي الدهون ومش الدهون. بصوا حته قد ايه يا دوبك، بس هي هتشمع لي تدي ريحه بس للفينو البايت عشان يبقى طعمه حلو ويتاكل. والله الفينو البايت ده ليه وصفات كتيره قوي، هنبقى نعملها مع بعض في القناه. الدنيا بقت غاليه يا جماعه، اوعوا حد يرمي حاجه، محدش يرمي حاجه خالص. مفيش حد يرمي حاجه عشان حرام، لازم نحافظ على النعمه. وربنا يا رب يعدي الايام دي على خير والازمه دي على خير. دي ازمه عالميه مش عندنا بس في مصر. شايفين يا حبايبي، انا هحط بقى العيش الفينو كده بتاعي اللي انا قطعته، ياخد بس تشويحه في الزبده. واقول لكم بقى دلوقتي احط عليه ايه هيتخليه يبقى طعمه جميل. وعلى فكره العيش التوست ده بيتباع في محلات كبيره بنفس الطريقه بالزبده، وبيحطوا بقى عليه الحاجه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. هقلب بقى كده تقلبتين لحد بس لما يتشرب من الزبده ويبدا كده ياخد لسعه بسيطه. شايفين يا حبايبي اهو، انا مش بحمره ولا اي حاجه، انا برده عايزاه طري زي ما هو. انت لو عايزه بتحمريه بتدخليه الفرن، وبرده بتحط عليه معلقه سمنه او زبده او زيت وتحمريه. دي مطرح التوست لما كنت بحمر. شايفين يا حبايبي اهو، انا بس بطعمه بس. بصوا بقى يا حبايبي، هو كده خد لون اهو. هقلبه كده، نطفي بقى ايه، نطفي على النار، ونجيب هنا طبق التقديم ونحطه في قلب الطبق. شايفين؟ لو انت حتى مش عايزه، بصوا الطاسه ما فيهاش اي زبده ولا اي سمنه، لو انت مش عايزه تحطي ما تحطيش، يعني انت خايفه من الدهون او حاجه ما تحطيش. طب احنا بقى هندعمه بايه؟ هنحط عليه شويه زعتر. هو سخن كده، الزعتر بقى هيديله ريحه ويديله طعم جميل قوي. زعتر اهو، ايه رايكم؟ طبق بقى في منتهى الجمال، حلو جدا. تحطيه برده جنب طبق الفطار اللي انا عاملاه، ويبقى احلى فطار. ممكن يكفي فردين، انت وزوجك، انت وابنك. بصوا بصوا الحلاوه والجمال، ايه رايكم؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. مع يوميات مس امال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.